السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة مميزة جدا. هنعمل كفتة الفراخ المشوية بطريقة تخليها تطلع معاكي جوسي وطرية جدا وكمان متماسكة. هتنسيكي كل طرق كفتة الفراخ لو انتي بتحبيها وبتطلع معاكي مش مظبوطة. تابعي معايا الفيديو ده للآخر، هقولك على كل التريكات والأسرار اللي تخلي معاكي الكفتة تطلع معاكي ناجحة، وكمان هتنسيكي كل طرق الكفتة اللي عملتيها قبل كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي شيماء. انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أنا بنزله. أول حاجة معايا بصلتين كبار، هفرمهم كويس في الكبة. ولو عندك قرن من الفلفل الأحمر ممكن تضيفيه معاه، وهديله رشة كده من الملح وافرمه في الخلاط. مش عايزاه ناعم جدا، عايزاه كده يكون مفروم بس في جرشة كده. معايا كده مصفى وتحتيه بولة صغيرة. هبتدي كده اعصر البصل. من التركات المهمة جدا في كفتة الفراخ ان كل حاجة تكون ناشفة معاكي. وكمان عندي هاخد المية دي هشيلها على جنب، مش هرميها، هنستخدمها دلوقتي وهنعرف هنستخدمها في ايه. معايا نص كيلو من صدور الفراخ ونص كيلو من الوراك او الشيش، مغسولة كويس جدا ومنقوعة في مية وملح وليمون ومتصفية ومنشفاها كمان. وهفرمها كويس، وبعد كده هنبتدي نضيف الاضافات بتاعتنا. معايا كده 200 جرام من الدهن، دهن اللحم، او لو عندك ليا هتضيفيها. التركه دي بتخلي معاكي الكفته جوسي وطريه من جوه. وضفت البصل اللي انا عصرته على جنب، وكمان عود كده من البقدونس، اخدت الاوراق بس. وهضيف عليهم معلقه كده وربع، معلقه كبيره وربع من الملح، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من البابريكا المدخنه، آه وكمان معلقتين صغيرين من بهارات الكفتة الجاهزة، ونص معلقة صغيرة من المرقة الفورية، وكمان نص معلقة صغيرة من البصل بودر والثوم البودر. ودي كانت التوابل بتاعتنا. هفرم الكلام ده كله، وهضيف عليه كده معلقة من النشا، بتخليها معاكي متماسكة وانتي بتشيشيها. وكمان بتكون جوسي من جوه. وهديها كده ضربة في الكبة، وكده عجينة الكفتة تكون معايا جاهزة. كده هشيلها في طبق واشيلها في التلاجة حوالي نص ساعة. انا هنا بستخدم صدور الفراخ مع الوراك، لان لو استخدمت الصدور لوحدها الكفتة هتطلع معاكي متفلة شوية او ناشفة كده زي ما بيقولوا. الوراك بيكون فيها نسبة فات، وفيها نسبة كده من الجيلاتين، بتخلي الكفتة معاكي متماسكة. وكمان بإضافة كده 200 جرام من الدهن او اللية، بتخليها تطلع معاكي حكاية. شايفين ما شاء الله عليها كده. هاخد مية البصل اللي انا شلتها على جنب، لو قلتلكوا هنستخدمها مع بعض، وضفت عليها كده معلقتين من الزيت علشان نصبع بيها الكفتة بتاعتنا. وهنا جبت الشواية عندك شواية بالكهرباء، او عندك جريل على البوتاجاز، او ممكن كده تسيخيها كده في صينية وتدخلها الفرن. اي طريقة ايا كان تريحك استخدميها. هنا انا جبت الستيك. لو انت هتعمليها كده على الشواية بتستخدمي الستيك، او لو هتعمليها على الفحم هتستخدمي الميتال. شايفين ما شاء الله عليها متماسكة، ما بتفكش حتى لو استخدمتيها على الفحم. هضيفها كده على الشواية، واول ما تاخد كده لون من تحت وتبتدي تحمر هقلب فيها.
وكده جنب والكفتة معايا بتتشوي، هبتدي احضر الطحينة والسلطة والعيش اللي انا هقدمها عليه. شايفين ما شاء الله عليها، ما خدتش وقت معايا. انا طبعا بغطي عليها علشان البخار واي فيبر بتطلعه منها بيسويها معانا، وبهدي عليها كده النار بتستوي كده مع نفسها ما شاء الله. هنا هبتدي اجيب معايا معلقتين كده من الصلصة الجاهزة، وهضيف عليهم معلقتين من زيت الزيتون، وكمان رشة من الفلفل الاسود، ورشة من الملح، ورشة من التوم البودر، وهقلبهم كده مع بعض. وهبتدي ادهن بيهم العيش اللي عندك اللي هتقدمي عليه، سواء العيش الابيض او العيش الشامي. انا هنا استخدمت عيش التورتيلا، بيكون تحفة جدا مع كفتة الفراخ. وهديهم دهنة كده خفيفة من على الوش، وهدخلهم كده الميكرويف او عندك الفرن تحت الشواية كده 5 6 دقايق، لغاية بس ما العيش يشرب الصوص اللي احنا شربناه بيه ده، وهيكون تحفة معاكي. هنا جبت معايا بصلاية كبيرة، قطعتها كده جوانح بالشكل ده، ومعايا كده عود من البقدونس هقطعه عليها. دي هتكون الفرشة اللي انا هستخدمها تحت كفتة الفراخ، وكمان بتتاكل معاه بتودي الكفتة في حتة تانية خالص. ونزلت عليهم كده بمعلقة ونص صغيرين من السماق، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود. هدعك الكلام ده كله مع بعض كده لغاية ما يتجانس معايا، وهشيله على جنب. وهنبتدي نعمل الطحينة مع بعض. كل الكلام ده والفراخ بتتشوي معايا، ما اخدتش معايا وقت خالص. ممكن تستخدميها بقى كغدا سريع او عشاء، او جالك ضيوف مثلا بسرعة او كده، تعمليه في اي وقت ما شاء الله عليها تحفة. هنا هعمل الطحينة، هخففها الاول بالمية كده زي ما احنا شايفين، مية عادية خالص مش سخنة ولا اي حاجة، لغاية ما تخف معايا القوام اللي انا محتاجاه. وبعد كده هبتدي انزل عليها بعصرة من الليمون، ومعلقة كبيرة من الخل، والتوابل اللي انت تفضليها. انا هنزل عليها بملح، رشة من الفلفل الاسود، وملح، وكمون، وكزبرة ناشفة، وبصل بودر، وتوم بودر، ومع نص معلقة صغيرة من البابريكا، وهقلبهم كويس ما شاء الله عليها. وده كان قوام الطحينة اللي انا محتاجاه، حلوة جدا. بتقدميها مع اي مشويات انت عاملاها، او كفتة زي ما احنا عاملين كده. وهنا الكفتة انا كنت مهدية عليها النار علشان تستوي براحتها. وهنا عيش التورتيلا بعد ما طلع من الفرن كده، نزلت عليه بالبصل والبقدونس اللي احنا كده قلبناه مع السماق ما شاء الله. عايزاكم تجربوا الوصفة دي وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. واللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك دلوقتي حالا، ويحط لايك للفيديو عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ما شاء الله عليها، كانت طرية جدا وجوسي من جوه. انتي بقى اي طريقة كفتة انتي عملتيها قبل كده، او هتنسيك الطريقة دي صحية جدا، لانها مثلا مش بانيه مقلي في الزيت ولا كلام من ده، مشوية وصحية، مفيهاش دهون مفيهاش زيوت. الدهون اللي احنا ضفناها فيها طبعا ساحت وسويتها من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم.
وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا احسن مني. وهنا كنت بقسم لكم كده الكفتة عشان تشوفوها من جوه. هنا هبتدي كده اعمل ساندوتش بالكفتة كده والبصل والطحينة، تحفة. والسلام عليكم ورحمة